حبايبي عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. جاي لكم فيديو جديد النهارده. هنعمل حاجه كده بسيطه وعلى قد الايد هنفرح بيها حبايبنا. ويلا بينا على الفيديو. هنسمي بسم الله والصلاه والسلام على رسول الله. عملنا الكيكه الجميله دي كده. يلا بينا عشان نشوف احنا عملناها ازاي. هيا حبايبي، عندي هنا كوبايه زبادي، وعندي 3 بيضات، وعندي فانيليا، وعندي كيس كيك شيف، وعندي هنا دي نص كوبايه سمنه، وحطيت عليها معلقتين زيت كبار من بتوع زيت نضيف يعني مش من بتاع التموين، ودي كوبايه سكر، وهنا 3 كوبايات دقيق انا نخلتهم مره ودي المره التانية اهي كده علشان انا بحبه ايه يبقى نافش كده وحلو يعني. اهو كده بندخل الدقيق مرة واثنين وثلاثة، وكل المقدار عندي بالكوباية اللي زي دي. الدقيق 3 كوبايات برضو بنفس الكوباية. يلا بينا بقى نشوف هنعمل ايه. هنا انا هحط المواد الجافة كلها مع بعضها، وهنا انا هنخل برضو الكيك شيف كده عشان يعني اضمن سلامته. رشة الملح بتاعتنا. انا هنا يا حبايبي اكسر البيض كده الاول بره لوحده عشان اشوفه عامل ايه كده، وبعدين اضيفه في الخلاط. هكسرهم واحده بواحده بقى عشان اضمن سلامتهم. وبعد كده الفانيليا. هنا يا حبايبي انا حطيت البيض في الخلاط اهوت، هضربه شويه بقى مع الفانيليا كده لوحدهم. هنا يا حبايبي انا ضربت البيض وحطيت معاه الزبادي. هنا عندي كوبايه لبن دافيه كده بس مش سخنه عشان ما تفسدش البودر بتاعنا. هي دافيه بس مش سخنه. كوبايه لبن، كوباية السمنة على الزيت اللي هي نص كوباية سمنة ومعلقتين كبار من الزيت، كوباية السكر. اروح بقى تاني على الخلاط بتاعي واضرب المكونات كلها مع بعضها كويس. وهنا انا حطيت معلقة كمان من النشا، معلش صوت الخلاط عالي شوية. هنا يا حبايبي انا ضربت كل المكونات كلها هي في الخلاط ضرب تمام حلو يعني، بس هصفيها برضو عشان ايه ما يكونش فيها تكتلات ولا حاجة. اهي الحمد لله ما فيش فيها اي تكتلات خالص. اهي كده يا حبايبي قوامها حلو هي. خلاص كده اندمج كل المكونات كلها مع بعضها، مش هنضرب اكتر من كده. ما شاء الله هيت. يا رب يكون واضح اهيت. هنا يا حبايبي انا قسمت المكونات على 2 عشان في نص هحط عليه بودر شوكولاته كده، ده بودر خام معلقه كبيره بس كفايه قوي. هنا انا جبت قاعده الازازه دي، ده قاعده ازازه فاضيه هي، خدت بس القاعده اللي تحت كده وهحطها هنا كده، واحط كده شويه من الخليط ده كده عليها كده، وبعكسه كده شويه برضو من الخليط ده كده، وهكمل لغايه ما الكميه تخلص بقى. وهنا يا حبايبي شكلها اهوت، يا رب يكون واضح كده، والخبطتين بتوعنا كده عشان ما يبقاش فيها اي فراغات خالص. وهنا طبعا كالعاده يا ساده انا بسخن الحله بتاعتي عشان احط فيها الكيكه بتاعتي. هنا يا حبايبي انا قربتها لكم من الكاميرا عشان تشوفوا شكلها اكتر قبل ما تستوي. هي حبايبي الكيكه بتاعتنا هي ما شاء الله عليها زي الفل كده، لسه طالعه سخنه شويه كده واقطعها بقى. اهي حبايبي الكيكه بتاعتنا هي، ايه رايكم؟ ما شاء الله اهي كده اهي، وهشه وجميله اهي ما شاء الله اهي ما شاء الله، بألف هنا وشفا. ايه رايكم؟ يا رب الفيديو يعجبكم. وهنا يبقى الفيديو بتاعنا كده خلص، ويلا بينا كده كلنا نقول للحاج عوض كل سنه وانت طيب. ودي حاجه بسيطه يعني ممكن نعملها. وكل سنه وانتم كلكم طيبين وفرحانين، وحاولوا انكم تفرحوا ولادكم وازواجكم وكل حبايبكم. بحبكم كتير كتير في الله، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.